يا صباح الخير عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. طبعا قبل ما اعمل الروتين معاكم قلت كده ايه اتنشط واخد العلاج بتاعي كده عشان اعرف ايه اشتغل كده معاكم. الحمد لله طبعا دعوة حلوة من قلبكم كده. طلعت لي كذا حاجة مع بعض كده، بس ايه الحمد لله يعني. اهو. طبعا اول حاجة عملتها صحيت فتحت الشبابيك وولعت البخور اهو زي ما انتوا شايفين كده، وببخر بقى اهو. يوم الجمعة طبعا لازم بخور الصبح، وتفتحي الشبابيك كده بتاعتك كده وتطلعي الطاقة السلبية كده عشان تدخل ايه طاقة ايجابية كده، والجو يبقى ايه حلو. ان شاء الله نهاركم كده يبقى جميل. بس كده، وبشيل اي حاجة بقى على الانتريه كده، الكتب بتاعت العيال مطرح ما كانوا بيذاكروا والواجب بتاعهم واللعب، شلت كل ده بقى. طبعا هنا المبخرة بتاعتي اللي اتكسرت، فايه قلت اتصرف، طلعت طاسة قديمة مش بستعملها خالص وحطيت فيها البخور وشغال، يعني ما عندناش حاجة تقول لا، الحمد لله. وعطيت تنفيذة كده للانتريه، وبعد الفرش مطرح ما العيال بيقعدوا كده بيتبهدل طبعا. اهو كده خلاص خلصت، فاضل الكنبة بس دي. اهو هعدلها برضو كده، ما بتبقاش متبهدلة قوي يعني، هي مطرح القعاد بتتعمل حاجات بسيطة. هشيل الفرش بس كده وانفضها. هو الحمد لله ما شاء الله يعني ايه نضيف، ما فيهوش حاجة، لا حول ولا قوة الا بالله. اهو. واظبط الدنيا كده زي ما كانت. طبعا منى بنتي هي بتساعدني. اهو. بس كده، وهفرش المفرش بتاع الترابيزة واحطها بقى على جنب، عشان ايه هنشيله ونسيقه ونعقمه كده ونعطره عشان الدنيا تبقى ايه حلوة كده. اهو. طبعا هنا سايبه البخور ايه شغال مع نفسه كده، بيطلع الدخانه زي ما انتوا شايفين. وهشيل بقى السجاده والحافظه، شلتها وحطيتها في الغساله على طول، يعني هي ما بتاخدش حاجه خالص. حلاوتها في كده، بشيلها احطها في الغساله، هلف عليها الغساله كده واحطها على سور البلكونه، بتنشف مفيش ساعه كده اقوم ايه شايلاها وفرشاها تاني. جميله جميله جميله. بس كده بكنس بقى الارض، الحمد لله ما فيهاش حاجه يعني، نضيفه الحمد لله. ما شاء الله، عشان بكنسها يعني ايه اول باول كده، ايه بشيل السجاد مش من فوق السجاده لا، فالدنيا بتبقى ايه الحمد لله نضيفه. وهدي مسحه بقى الاول ايه بالمنظف. طبعا مش هكتر عشان هو بيعمل رغاوي، فحطيت ايه حاجات بسيطه. اهو بصوا حاجات بسيطه كده، ما بيعملش رغاوي يعني، مش هيبهدل الدنيا ما تقلقوش، بس بيدي لمعه للارض تحفه. اهو. كل 4 ايام كده او كل اسبوع مره كده تقومي بالمعطر والمنظف ده هيفرق معاكي. طبعا المعطر ده ما اقدرش استغنى عنه، ريحته يا جماعة والله رهيبة، بتخلي ريحة الشقة جميلة. يعني ساعات كده ما شاء الله افتح الباب بكون لسه رشاه كده، ولو حد خبط لا الريحة بتوصل للي واقف بره الباب. جربوا معطر الارض ده هيفرق معاكم. بس كده خلاص، قلت اقوم اتشجع معاكم كده. اهي بصوا ما شاء الله بتلمع اهو. هسيبها بقى تنشف شويه، سبتها تنشف خالص، ما احطش السجاده وهي الارض مبلوله هتلاقوها عملت ريحه. انا هنا سبتها تنشف خالص.
وفرشت بقى السجادة بتاعتنا، والحافظة سايباها على سور البلكونة تنشف زي ما قلتلكوا. بتخليلي السجادة ما شاء الله نضيفة زي ما هي، يا دوبك لو غسلتيها تنزلي بس التراب بتاع السجادة وخلاص بتلاقيها نضيفة زي الفل. بس كده خلاص خلصنا. ما تنسوناش بقى باللايك الحلو بتاعكم.